فيلم غادة الصحراء سنة 1929، لوتس فيلم آسيا داغر، مدته 95 دقيقة، العرض في 1 مايو 1929. آسيا داغر منتجة وممثلة مصرية من أصل لبناني، لقبوها برائدة الفيلم التاريخي في السينما المصرية. اتولدت ألماظة داغر في قرية تنورين في لبنان، وكانت بتحب السينما. بدأت حياتها كممثلة في لبنان ومن خلال فيلم قصير صامت اسمه تحت ظلال الأرز سنة 1922. سنة 1923 توفى جوزها وجت مصر هي وبنتها إيلين اللي اتعرفت باسم منى، وبنت اختها ماري كويني. قعدت في اسكندريه مع ابن عمها اسعد داغر اللي كان صحفي في جريدة الاهرام. وبعد 4 سنين من الاقامه في مصر حصلت اسيا على دور ثانوي في اول فيلم مصري صامت وهو ليلى سنه 1927 اللي انتجته عزيزه امير، وحصلت على الجنسيه المصريه سنه 1933. سنة 1927 أسست آسيا مع المخرج أحمد جلال وبنت أختها ماري كويني شركة لوتس فيلم اللي استمرت في الإنتاج، وتوقفت شركات بدر وإبراهيم لاما وعزيزة أمير وبهيجة حافظ. قصة الفيلم: سلمى مخطوبة لابن عمها ابن زيد، لكن شيخ قبيلة تانية بيعجب بيها وبيخطفها وبياخدها عنده وبيتجوزها بالإكراه وبتخلف منه. في يوم بتهرب هي وابنها عشان ترجع لقبيلتها، بيساعدها الخادم سليمان اللي بيطلع ندل في الآخر وبيحاول يعتدي عليها. سلمى بتقاومه لحد ما بتقتله وبتهرب. بيلاقيها خاطبها ابن قبيلتها ابن زيد. شيخ القبيلة التانية بيجمع الرجالة ويروح عشان يتعارك مع ابن زيد وقبيلته. بتقوم عركة كبيرة ما بين القبيلتين وبتنتهي بهزيمة شيخ القبيلة. الشيخ بيروح لابن زيد وبيعترف له بخطأه وبيطلب منه انه يسامحه. آسيا في الفيلم ده قدرت تستعرض عادات البدو وأخلاقهم الحقيقية، واللي صححت مغالطات كتير كانت بتظهر عن البدو في أفلام الغرب. شكرا آسيا، رائدة الفيلم التاريخي. تابعونا.